في معلومه عايز اشارككم فيها كده. لما حد بيدفع حاجه اونلاين بالموبايل بتاعه عن طريق ان هو بيجي له او تي بي على الموبايل، فياخد باله قوي من الرقم اللي هو هيتخصم منه على الموبايل واسم العمليه. يعني بيجي يقول لك مثلا انت بتدفع فاتوره تليفون، فبيجي يقول لك وي بتخصم منك مثلا مبلغ وليكن 400 جنيه. فانت تاخد بالك قوي من الرساله اللي بتجي لك على الموبايل ان مكتوب فيها اسم التاجر اللي هو وي واسم والرقم اللي هيتخصم منك اللي هم 400 جنيه، لان الموضوع ده داخل في عمليات نصب شديده قوي اليومين دول. بيهكروا الجيت ويز نفسها، فتبص تلاقي نفسك اتخصم منك رقم كبير قوي، اللي هو يا جماعه ده انا بدفع 400 جنيه، ايه الرقم اللي اتخصم ده كله؟ وللاسف الفلوس اللي بتتخصم يعني صعب ان هي ترجع، او تقريبا مستحيل ان هي ترجع. فخلوا بالكم قوي اللي بيستخدم الموبايل في عمليات الدفع يخلي باله من الجزئيه ديت. وانت بتدفع لما بيجي لك المسج بتاعت الاو تي بي، اتاكد انت شغال مع اي تاجر، اسم التاجر يبقى مكتوب فيها والرقم اللي هيتخصم منك بالظبط. معلومه مفيده وشاركوها لكل الناس اللي موجوده معاكم. شكرا.